القصه ديالي بدات واحد النهار كنت واقفه في الكوزينه كنصايب لولدي شي حليوات صحيين كنشوفهم في يوتيوب في واحد القناه كنصايب وفي نفس الوقت دايره الغدا كيطيب. ولدي كيلعب حدايا مره كنعطيه شي حاجه يذوقها. التلفازه شاعله في الصالون كنسمع فيها الرسوم وراجلي كان في الخدمه. كنت عايشه واحد الحياه مستقره وزوينه انا وراجلي وولدي معايا في الدار. عيط لي راجلي جاوبته قال لي راه غنجي للدار من هنا لواحد الساعه غادي نتعطل اليوم واش وجدتي الغدا. قلت ليه الغدا واجد كنتسناوك غير انت راجلي العزيز وقت ما جيتي نتغداو. قال لي غير علمتك انني غادي نتعطل الا بغيتي تغداو انت والولد. قلت ليه ماشي مشكل حنا نصبروا عليك نتسناوك ساعه. كملت دوك الحليوات ومسحت ديك الكوزينه وبقيت جالسه كنتفرج انا وولدي كنتسنى راجلي فوقاش يجي. وفعلا دازت ساعه وهو يجي. حطيت ديك المريقه وشليضه وحطيت العصير وحطيت الخبز يلاه طيبته. جالسين انا وياه ولدنا كي بحال شي اسره سعيده ومستقره وفرحانين. قال لي ما فيا من ناكل. قلت له ياك ودي لاباس اش عندك ياك ماشي ستريس ديال الخدمه. قال لي لا عندي واحد الخبر بغيت نقولو ليك وما عارف ما ندير وما عارفاش من قرار غادي ناخد. قلت له يا ربي السلامه الله يسمعنا خبر الخير. قال لي غير خير ان شاء الله مرتي العزيزه. وبقى كيدوي معايا وعاود لي شنو عنده وشنو شاغلو وشنو اللي خلاه يتعطل هذيك الساعه. راجلي كان خدام في واحد الشركه خاصه كان الصالير ديالو عادي كيشد واحد 6500 درهم وكنا عايشين في واحد المدينه اللي هي صغيره. يعني هذاك الصالير ديال راجلي كان قادنا وما خاصنا حتى خير معيشنا مستورين مع وليد واحد وصافي. قال لي راكي شتي الصالير ديالي دابا على قد الحال والورد غادي يكبر وغيبغي المدرسه وانا بغيت وردي نقر ليه في مدرسه خاصه وبغيت نعيشكم واحد العيشه احسن من هذه. قلت له هي. قال لي راه تلقيت مع واحد السيد صاحبي ديال الطفوله والمدرسه سهل عليه الله ودار المشاريع وقال لي بلي نقدر يديني لبرا اوروبا نخدم فيها ونجلست فيها واحد العام ولا عامين وتلتحقي بيا انت وولدي نديكم بجوج ويكتب لنا حياه جديده. العيشه في اوروبا مع ولدنا ماشي هي العيشه في المغرب. بقيت غير كنشوف فيهم بهوطه وحله فمي وما صدقتش وما تيقتش. قلت له انت شنو بان لك في هذا الشيء حنا عايشين هنا ما خصنا والو. قال لي لا واش اللي كتجي الفرصه ديالي نمشي لبرا وكاين اللي يلقى ليه الخدمه وكاين اللي يلقى ليه السكن وكل شيء واش غادي يرفض. وعاد كثر من هذا الشيء يدي معاه مرته ويدي معاه ولده. انا كنظن قال لي الا مشيت لاوروبا غادي نضمن لك ولدي مستقبل حسن من اللي غيكون عنده في المغرب. وإلا كبر ولدي وعرفني انني جاتني هذه الفرصه وما مشيتش ما عمره ما غيسمح ليا. قنعني بهدرته وقلت له عندك الحق اللي تشوفه انت نديروه كاملين اللي بان لك هو هذاك مرحبا. كنا انا وراجلي مفاهمين لواحد الدرجه كبيره لا تتصور وكنا مجوجين عن حب. وبقى كيهضر معايا ومضيوم وحزين شويه. قال لي الحل اللي كاين هو انني غنمشي كما شرح لي صاحبي وغنجلس تما عام ولا حتى العامين. عاد ممكن انني نجيبكم عندي بالمساعده ديالو وانا صعيب عليا نفارقك انت وولدي وهاد المده كلها. ودار الضغمه في الطاجين وما قدرش ياكلها وطاح عليه الضيم وشدو الحزن. وبقيت كنشوف فيه وكنقول له ماشي مشكل ياك انت قلتي مستقبلنا غيكون حسن وغنمشيو لبرا وتولي عندنا حياه وحده اخرى ونزيدو وليدات تما ضروري من تضحيه. كل حاجه عندها ثمن. كاينين الناس مساكن كيمشيو كيجلسوا 5 سنين 6 سنين ما كيشوفوش والديهم. ياك انت قالك غير عام ولا عامين دغيا غادي يدوز. انا كاع نمشي نجلس مع والديا ولا مع داركم حتى كان بس هاد المده. وبقينا كنهضروا مجمعين انا وياه وتعشينا. اديت لولدنا عستو وجيت جلست حداه في الصاله. انا جالسه نشر رجليا فوق السداري وكنتفرجوا وهو متكي وحط راسو على رجليا على فخاضي كنحك ليه شعرو مجمعه معاه كأي مرة كتعطي الدعم لراجلها في واحد الوقت اللي محتاج فيه الدعم.
وكندويو انا وياه وكنتناقشوا في الموضوع تا وصل علينا الصباح، وحنا غير كنهضروا، واتفقنا انني غنجلس في الدار ونقابل الولد ويمشي هو يقلب على المستقبل ديالنا ونتبعوه ونبينا عليه السلام. واخا صعيب عليا نتفارق معاه مدة عامين، ولكن ضروري من التضحية. صافي تفاهمنا، وبدا راجلي كيقاد فراقو كيوجد الاجراءات وحط لا ديميسيون ديالته في الخدمه، وبقينا كنوجدو، واتفقنا انني نبقى في داري انا وولدي. قال لي غتبقاي في هاد الدار وغنبقى كارهه ليكم، ما تمشي لعند والديك لا عند والديا، ما قديت على المشاكل. وكان واحد ولد عمو ساكن في نفس المدينه اللي ساكنين فيها حنايا، وكان خدام وكان سيليباتير، كان سميتو جمال، الله يعمرها دار. قال لي ها هو جمال غادي نوصيه عليكم انت وولدي، غيبقى دائما يتقدى لك في السوق، يعمر لك البوطيله خاصه، يدير لك اي حاجه اللي غادي نقدر نديرها انا وما تقدريش ديريها انت، غيكون هو بحال عويناتي اللي غنخليهم معاك. المهم دازت الايام ودازت واحد 2 الاسابيع وجدنا كلشي وقدينا كلشي لهاديك الرحله اللي غادي يدير راجلي وغيمشي لبرا. ودوزنا هذيك السيمانه انا وياه غير في الحزن والبكا، ما سخيناش ببعضياتنا وما سخاش بولدو. وصل داك النهار اللي غادي يمشي فيه المطار مع هذاك السيد نيت، ودانا جمال في الطوموبيل حتى المطار. كان المطار في المدينه الاخرى حيت حنا كنا ساكنين غير في واحد المدينه صغيره. بقينا غاديين انا وياه وولدي وكنتعاودوا، كيبكي عليا مره ونبكي عليه مره، ومشينا معاه ودخل المطار وتسنينا حتى وصلت الوقيته ومشى مسكين وبقى غادي. وانا وولدي وجمال كنشوفوا فيه وكنودعوه بيدينا وهو كيشوف فينا ومره مره كيبكي. كانت واحد اللحظه الوداع صعيبه عليا بزاف. غادي نتفارق مع راجلي اللي كنبغيه وكنموت عليه، وبات ولدي اللي درت معاه الولاد وطولت معاه العشره واللي تزوجت به اصلا عن حب. ومشى وما بقاش كيبان، تخلطت مع ديك لافول ديال الناس اللي كتبان، ما بقيتش قادره نميز الجسم ديالو وسط كاع دوك الناس اللي كانوا تما. صافي ورجعنا انا وولدي وجمال منكسرين، قلبنا دارنا، ولدي حتى هو كيبكي وكيقول لي بغيت نمشي مع بابا. المهم رجعنا في هذيك الطريق قمه الكآبه والحزن، حطنا جمال وطلعنا للدار ومشى هو في حاله. طلعت ولقيت الدار مظلمه وكئيبه، ما عمرني ما كرهت داري كما كرهتها في هذيك الليله. ودخلت لبيت النعاس وكيبان لي البليصه فين كاينين حوايجو والتصويره ديال العرس ديالنا انا وياه اللي محطوطه فوق الكوافوز، وكاع داك المسائل ديالو باقيين محطوطين. هزيت واحد التريكو ديالو واخا كان مصبن وعنقته بقيت كنبكي. اللي قال لكم الحب ما كاينش كيكذب عليكم، واللي قال لكم بلي الحب كيسالي مورا الزواج والولاد والله ما كيسالي. انا ملي مشى عليا راجلي وقع لي بحال شي مراهقه تفارق معاه شي واحد كتبغيه. ودازت الايام والشهور وكنهضروا انا وراجلي غير في التليفون، وبقيت نهار بعد نهار بعد نهار حتى ولفت الوحده. وقت ما خصتني شي حاجه ثقيله ولا شي تقضيه من السوق كيجيبها ليا جمال، وراجلي مخلي ليا واحد لاكارت كان كيفيرسي ليا فيها الفلوس. ما كان خاصني حتى شي حاجه، كان قايم بجميع الواجبات ديالو كراجل، كان عليا انا فقط نتسناه حتى يكمل هذيك المهمه ويدينا. دازوا الايام والشهور وداز عام، العام الاول كله داز عمري ما شفت راجلي ولا شافني. وبديت كنقنط وكنمل، ودوك لي زابيل فيديو ما بقاوش قاضيين. كنهضر معاه كيشوف فيا كنشوف فيه كيشوف ولدو، صافي ولفت هذيك الوحدانيه، وليت عايشه بوحدي بحال شي وحده توفى لي راجلها ولا مطلقه ولا انا وولدي وصافي. بقيتش حاسه براسي مزوجه كاع، بقيت كنمل وبدا كيجيني واحد الضيم واحد الكآبه، وبقيت كنحس واحد الفراغ عاطفي رهيب بزاف. انا كنت واحد المراه عاطفيه وحساسه بزاف، وكنت دائما محتاجه لراجلي يكون معايا غير في الدار، ما يدوي معايا ما والو، يكون غير جالس معايا في الدار كنت كنرتاح. المهم واحد النهار طلع لي في الواتساب واحد الميساج ديال واحد الدري سميتو ياسين. كان كيقرا معايا ملي كنت دايره لافاك، قريت في لافاك مده عامين.
وقال لي السلام فلانه، واش لاباس عليك صافا؟ حيت انا كنت دايره السميه ديالتي في الواتساب، يعني الا اجوت شي حد نمرتي كطلع ليه السميه ديالي، وكنت دايره تصويرتي حيت عندي غير عائلتي حرفيا وشويه ديال صحاباتي في الواتساب صافي. والنمره ديالتي ما بدلتهاش ملي كنت كنقرا في لافاك قبل ما نتزوج، ومورا ما تعرفت على راجلي ومورا ما خطبني ومورا ما تزوجنا وكل شيء بقات عندي نفس النمره. لانني واخا هكاك كنت واحد البنت اللي نقيه وداخله سوق راسي وما كنتش داسره، وحق الله العظيم ما عمري ما كنت شي وحده داسره. الدليل ان نمرتي بقات هي وما كاينش اللي عيط عليا ولا يتصل عليا ولا شي حد كنت مصاحبه معاه ولا شي حد كنت مخلطه هذا مع هذا ولا والو. بكل ثقه بالنفس بقات عندي نفس النمره اللي كانت عندي سنوات، هي اللي بقات عندي وانا مزوجه. قال لي السلام السلام، قلت له السلام اييه انا هادي. قال لي غبورات هادي، وبقات عندي نمرتك وقلت نسول فيك. قلت لي سول فيك الخير اخويا ياسين، انت كي داير لاباس كذا كذا، وبقينا كنتعاودوا كيدوي معايا. صافي عرفت بلي ياسين ولا استاذ في الكوليج كيقري لونجلي، وقال لي بلي انا ساكن في مدينه فلان فلانيه وسيليباتير مازال ما تزوجت ما والو، وبقينا كنهضروا. قال لي انت شنو درتي؟ قلت له انا راه تزوجت وعندي وليات كذا وكذا وكذا. شرحت ليه الحياه ديالتي كيفاش دايره. قال لي صدمتيني. قلت له والله الا هادشي اللي كاين. صافي بقينا كنهضروا، بقى كيقول لي غير اختي اختي وكذا وكذا. واحد النهار هو يقول لي ما كنديرونجيك الا كنهضر معاك بما انك مزوجه وكذا، وهو يحط يديه على الجرح. قلت له راه مزوجه ايه، ولكن بحالي الا ما مزوجاش. لقاني ياسين عامره وبغيت غير نخوي قلبي بحال شي مرا ملي كتكون عامره بالمشاكل وكتبغي غير تلاقى شي صاحبتها ولا شي اختها وتبقى تعاود ليها، ولا تدخل الفيسبوك وبدا تعاود انونيم. وهو يجي ياسين في الواجهه، كون غير ما جاش، كون غير جات شي صاحبتي ولا شي واحد اخر، كون غير سديت فمي، كون غير بلوكيتو. المهم بقيت كنعاود ليه كاع ديك الشحنه اللي جا معاها في قلبي قلتها ليه. قلت لي انا مزوجه عن حب وراجلي كنت كنبغيه وكل شيء، وجابت الظروف انه غيمشي لبرا، ومشى لبرا. دابا هادي راه تقريبا 13 شهر، عام وشهر، وبقيت انا ولدي هنايا. وافتقدت راجلي بزاف، وافتقدت واحد الحس ديال الرجل يكون معايا في الدار. وبقينا كنهضروا انا وراجلي لي زابيل الفيديو، وبقى غادي داك التواصل وكيقل بيناتنا. كل مره كيقل صافي ولات علاقتنا ممله بزاف. كيسولني واش خاص شي حاجه، كيسول في ولدو وهكذا. وفعلا هادشي اللي وقع. ما حد الوقت كيزيد ما حد داك التواصل بيني وبين راجلي وديك العاطفه اللي كانت بيناتنا. وكان كيقول لي توحشتك، كنقول لي انا توحشتك، ما بقاش داكشي. صافي قلبي مات وقلبه مات، ولينا كنهضروا غير في الضروريات. صافي وليت حاسه بفراغ عاطفي كبير. كنحس براجلي بحال الا مات، ولا بحال طلقني وتزوج شي وحده اخرى، ولا بحال صافي ما عمره ما غيرجع. قلبي كحال من جهته وبرد. عاودت هادشي لياسين وحس بيا وقال لي عندك الحق، والمراه الا كاع مشى عليها راجلها ما خصوش يفوت 3 شهور، حيت المراه ما تقدرش تبقى صابره على راجلها اكثر من هذه المده. وبقينا كنهضروا انا وياه، كيدوي معايا ديما شويه بشويه بشويه. الهضره ولات مورا 12 د الليل، و12 د الليل العقل كيترفع وكيولي بنادم غير العواطف ديالو والجانب الحيواني ديالو اللي كيهضر. حتى بدا كيعترف ليا بلي انا كنعجبه، وملي كنا كاع في لافاك وهو معجب بيا. وبقيت كنقول ليه حتى انت الصراحه اي وحده تقدر تعجبها، وانت انسان زوين وتبارك الله عليك، ودابا وليتي استاذ وكذا وكذا. نهار بعد نهار بعد نهار التواصل ما حدو كيخف وكيقلال من جهه راجلي، وهو كيزيد وكيكتار مع ياسين. الا بداك السوق كيخوى في شي جهه، عرفيه بدا كيعمر من جهه اخرى. المهم كان ياسين هو داك الراجل اللي حسسني بالانوثه ديالي اللي مده طويله ما بقيتش حسيت بها. طولت العلاقه بيناتنا وعطاني داكشي اللي كنقلب عليه كامرة، الاهتمام والحب، وصباح الخير كل صباح ومساء الخير كل عشيه، والحب والغرام. قدرنا نتلاقاو انا وياه، وكانت هذيك المره الاولى، وما صعيب غير المره الاولى في اي حاجه، في الحرام، في المشاكل،
في التخلويض غير الخطوة الأولى اللي صعيبة. اديت ولدي لدارنا عند ماما وخليتو، قلت لها خلي غادي نخرج نشوف شي صحاباتي. خليتو وخرجت، شديت الطاكسي لواحد البلاصة بعيدة شوية على الدرب، وتلاقيت ياسين تما كيتسناني بطوموبيلتو. الطول والعرض والارتفاع والزين والمساحة زين بزاف على داك الطالب اللي كنت كنعرفو في لافاك. الانسان ملي كيخدم وكيقرا وكيولي موظف ولا اللي كان كيستقر في حياته كيزيان سبحان الله العظيم، وتقدر واش كان كيدير الحديد ولا الله اعلم. المهم وليتي تشوف فيه وتسعي فيه، ولا ربما غير انا اللي كنت زهواني يوم الهوفه وبقيت غير كنشوف فيه. المهم ركبت معاه وبقينا غاديين انا وياه، وشد يديا وباس عليا وكيدوي معايا وقال لي حشومه شي وحده زوينه بحالك يمشي على راجلها ويخليها، راجلك والله ما كيفكر فيك. وبقى كيدوي معايا وكيشرح لي شي حوايج اللي نفسي عاجبين هادوك الحوايج ومستمتعه بهم وكتسمع ليهم. وبقيت كنقول ليه لا راه واخا هكاك راك يبغيني راجلي وتزوجنا عن حب، وهو اصلا ما كانش كاع باغي يمشي، ولكن كان باغي باش يدينا انا وولدو ونمشيو لاوروبا كي الناس وهكذا. قال لي لا، وانت دابا صبرتي عام بلا راجلك، عام وكتر، يسحبك هو غادي يصبر؟ ما غيصبرش هو، كره عنده تما شي قاوريه عينيها زرقين ولا شي لاتينيه ولا شي مغربيه كاينه في برا ولوات عليه، عندك يسحب كي راه غادي يصبر هو عام ما يدير والو كان مجوج؟ واش انت هبيله ولا مالكي؟ انا راجل وعارف الرجال. وبقى كيدخل لي الوسواس لراسي، وبقيت كنقول ربما ياسين عنده الحق، ايه راجلي كيبغيني وكل شيء، ولكن هو راجل كاع ماشي انا اللي مراه، والمراه زعما معروفه انها كتحكم في راسها وفي الرغبات ديالها، فما بالك الراجل اللي معروف في المجتمع كنقولوا هو غير راجل وما يتحكمش في راسو اكثر من واحد المده معينه، كون راه داير حياته تما ولا مزوج ولا على الاقل مصاحب مع شي وحده. اقتنعت بهاد الفكره ودخلت لي راسي وترسخات فيه. سالت هذيك العشيه مع ياسين وردني لداري وشرى لي الشوكولات وشرى لي واحد اللعبه عطاها ليا باش نديها لولدي. المهم مشيت دزت عند ماما وعطيت لولدي ديك اللعبه وهزيته ورجعت للدار كل طاقه وحيويه، والضحك ما بغاش يحبس ليا من فمي. درت واحد الاغنيه ديال جورج باسوف في التلفازه وطلقتها بالجهد، وبقيت غاديه وكنشطح وكندور بحال شي وحده كدير البالي، بحال شي وحده مراهقه صغيره. كنشوف في المرايه وكنشوف عينيا كيلمعوا حنيكاتي حمرين. وجدت لولدي الماكله ودوشت ليه ونعستو، وانا ما كليت والو في داك النهار من غير داكشي اللي كلينا انا وياسين مني كنا خارجين، مسدوده ليا الشهيه بكثره الفرحه. المهم بدات هذيك العلاقه ديالتي مع ياسين، وبقيت كنهضر معاه كوحده خائنه لراجلها. ما حدينا كندوي معاه والتواصل كيزيد، ما حد راجلي ما بقيناش كنهضروا انا وياه كاع حرفيا. وليت كنخرج مع ياسين بزاف، كل مره كيجي حتى وليت كاع زعمت لدرجه كيجي بالطوموبيل حتى للدرب وكيهزني. والحاجه اللي كنلوم عليها راسي هي انني بعض المرات كنت كنخلي ولدي بوحديته في الدار، وولدي كانت عنده 6 سنين. هاد الشيء اللي غادي يخلي شحال من واحد كيسمع القصه يكرهني وما يحملنيش. ومن حقكم تقدروا تغفروا لي انني خنتو، انني واحد المراه بوحدها وعام ماشي ساهل، وربما يقدر حتى هو كيخونني في الغربه، ولكن اللي خليت ولدي في الدار شحال من مره بوحدو حتى وحده ما غتغفر لي هاد الشيء، خصوصا الامهات. خليته شحال من مره كنقول ليه سد عليه الباب، كنطلق ليه التلفازه ونحط ليه الماكله وكنقول ليه انت ولدي جلس وما ديرش البساله وخليك هنايا، انا ملي غنسالي غادي نرجع ونجيب لك معايا الحلويات وكاع اللي تشهيتي، ما تقيس البوطه ما تشعل الروبيني ما دير والو. داك الهوا ديال النفس عماني وخلاني نحط ولدي في واحد الخطر. المهم تكرر داكشي مرات عده، ولا ياسين كيديني عنده للدار كنقضيو الغرض انا وياه، كنعس معاه علاقه جنسيه وكنطلق العنان للرغبات ديالي والغرائز ديالي اللي مدفونين ومكبوتين لمده عام وكتر. وبقى هذاك الشيء كيتكرر كل نهار، ماشي كل نهار ولكن على الاقل واحد المره في 10 ايام، مره في 15 يوم، مره في سيمانه. كنت كنمشي عنده كنخلي ولدي في الدار. واحد النهار من الايام جالسين انا وياه كنتفرجوا في التلفازه،
وكنسمع الدقان في الباب ماشي عادي. نضت بالزربه، لبست حوايجي وتخبيت في الكوزينه، وهو يحل الباب. وحنا نلقاو البوليس وجمال ولد عم راجلي وواحد السيد معاهم. نضت الروينه والصداع. كنحس بياسين ما كيخليهمش يدخلوا للدار، ولكن هما قالوا ليه لا كاينه معك السيده مرات الراجل هنايا. ناض الصداع الروينه ودخلوا لقاوني في الكوزينه لابسه واحد البيجامه خفيفه. شافني جمال بعينيه ما فهم والو، واحد الشوفه دارها فيا ما عمرني نقدر ننساها. المهم شدوني البوليس وهبطوني وركبوني في الصطافيت، وركب معنا داك الراجل ما عرفت شكون هو، واش عاون قضاء واش الله اعلم. وجا مورانا جمال في الطوموبيل ديالته، اداوني للكوميساريه وانا ما فاهماش اش واقع، وقالوا لي انتيا مشدوده بتهمه الخيانه الزوجيه كذا كذا كذا. انا مرفوعه وما فاهماش اش طرا ليا، وكنقول الله يا ربي شنو درت، الله يا ربي غادي نتشوه في العالم، وانا ما عمرني ما كنت هكا. شنو هادشي اللي وقع ليا؟ واش الشيطان دار بيا؟ واش يا ربي تستر. اعترفت انني فعلا كنت في خيانه زوجيه، وكنت مع ياسين اللي هو الخليل ولا العشيق ديالي. وعطيتهم المبرر ان راجلي كاين في برا ومده طويله اكثر من عام وهو غايب عليا. المهم باش ما نطولش لكم في هاد الاجراءات اللي ما فيهم ما يتسمع، جا راجلي مسكين في اول طياره على وجه السرعه، وكنت في الدار ساده عليا الباب، ما حملني حتى شي واحد، حيت جمال قالها للناس كاملين وقالها للعائله كامله. با وما كيحلفوا عليا لا شدوني تيفصلوا لي الراس على الجسد. عائله راجلي كيحلفوا عليا لا شدوني تيخويو عليا الماء القاطع. بقيت ساده عليا حتى جا راجلي كيدق الباب وطليت عليه وانا نشوفه من الشرجم. توحشته بزاف وقلبي تهز مني شفتو ودموعي هبطوا. كنقول راجلي هذا اللي ما شفتوش منذ مده طويله، ما توقعتش اللقاء ديالنا يكون بحال هكا. حليت لي الباب وطلع وهز ولدو عنقو كيبوس فيه وكيبكي، وشدني انا عطاني واحد السلخه ديال العصا. الحماره الدايره هذه الثقه اللي فيك، اللي داير فيك الكلبه، شوهتيني كذا كذا كذا. المهم مور داك الشي دعاني راجلي وضربت 5 شهور ديال الحبس، وخليت ولدي عند دارنا، ومشات لي الحضانه ديال الولد، ومشى لي اي حاجه كنستحقها كاع كل شيء. وخرجت مورا 5 شهور ديال الحبس، وطلقني راجلي فعلا طبعا. وخبر ياسين ما عمري شفتو ولا سمعت عليه شي خبار، وفي الواتساب بلوكاني. كان ياسين مجرد واحد باغي يقضي الغرض في واحد البنت وغيلوحها وصافي، شأنه شأن بزاف ديال الرجاله. ما لقيتش فين نمشي لحنين الله رحيم، وجلست مع دارنا عشت معاهم واحد 3 شهور ديال الجحيم الاسود. حتى واحد ما كيدوي معايا، حتى واحد ما كيبغي ياكل معايا في التبصيل، وكنبكي عليهم الليل والنهار. كنقول لهم غير يدويو معايا يجيب لي ولدي غير نشوفو نشم ريحته. كنطلب نطلب 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 حتى وليت نطلب الجيران، وفين ما كان شي راجل كبير جارنا كنمشي نطلبو. كنقول له ها هي النمره ديال راجلي، هضر معاه يجيب لي غير ولدي. كيما كنت انايا كاع خائنه عاهره بنت الزنقه، راه كنبقى راه ما يمكنش لكم تحيدوا لي ولدي، واخا حيدوا لي القانون انا راه ولدي محتاج ليا. المهم راجلي حن فيا ولا كيجيب لي ولدي، واخا ولدي ما كانش مولفني بزاف، حيت ديك 5 شهور اللي دوزتها في الحبس كانت كفيله باش ولدي ما يبقاش مربي عليا الكبده كأم. المهم بالمساعده ديال الناس كان كيحن فيا راجلي بعض المرات اولا طليقي، ويجيب لي ولدي مره يدوز معايا نهار يومين 3 ايام، حتى رجعت ديك العلاقه ديالي مع ولدي بشويه بشويه. كانت علاقتي به بولدي والحب اللي كيعطيني وداك الحنان اللي كنحس به ملي كنعنقو وكنتهلا فيه وكنوكلو هو الحاجه الوحيده الايجابيه في حياتي واللي مصبراني ومخلياني عايشه، ماشي الجحيم اللي عايشاه مع دارنا يهزوني بالكلبه ويحطوني بالكلبه. المهم رجعت نكمل قرايتي في لافاك بعد دوك الدهيبات اللي كانوا عندي، اللي كان هو نيت اللي شاريهم ليا. وفي العام الاول ديك 6 شهور الاولى ديال القرايه، داك شويه ديال الفلوس كنت كاريه به بيت مع البنات الطالبات، كنمشي وكنجي وكنقرا. الويكاند ما كنتش كنمشي لدارنا، ما كنتش كنحمل نمشي عندهم بكثره داك الضغط والجحيم اللي معيشيني. ما بغاوش ينساو ليا هذاك الغلط اللي درت. انا تعاقبت ودوزت الحبس وتشوهت وطلقت وتفرقت مع راجلي وكلشي طرا ليا، وهما مازال ما بغاوش يغفروا. ربي كيغفر الذنوب، ووالديا ما بغاوش يغفروهم. المهم
فاش بديت كنحسب دوك الفلوس قربوا يساليو ليا، وليت كنخدم، كنغسل الماعن في واحد الغيستورون. مره كنمشيو كيدوروا معايا كيخلصوني بالسوايع، واحد الغيستورون اللي معروف وكاين هو سلسله في المغرب كامل. وفي نفس الوقت كنمشي لواحد السونطر كيديروا فيه السوايع للدراري الصغار، كنخدم معاهم. واخا كانوا كيعطوني داكشي رخيص بزاف وقليل، ولكن كنت كنعاون راسي وكنقرا في نفس الوقت. هادشي دازت عليه سنين، والحمد لله تقاتلت واخا هكاك وقريت وجبت ليسونس ديالتي وخدمت واخا خدمه بسيطه. وكيجي ولدي مره كيدوز معايا الوقت، مره كيمشي عند باه، وباه كاع ما تزوج. وانا دايما كنفكر فيه ودايما كنبغيه، وداكشي اللي درت كان مجرد نزوه. ومهما طلت الارض كامله وطلعت وهبطت وقلبت، ما عمرني ما غنبغي شي واحد بحاله، حيت فعلا كنبغيه وعندي معاه ولد ودوزت معاه واحد العشرة واخا خنتو. الهضره بيني وبينه في واتساب غير على الولد، السلام واش غتجيبو، السلام غتجيبيه، السلام هاكي الولد، السلام عطيه. كنهضروا غير على الولد، ولكن انا مازال كنكن ليه واحد الحب عظيم جدا. وما كرهتش شي نهار توقع شي معجزه ويسمح لي راجلي، ما كرهتش واخا شوهني وداكشي كامل، ولكن كنحس ان الغلط ديالي اللي درت غلط، واحد الغلط كبير وكيغضب الله وشحال من حاجه، وغرني الشيطان وغراتني نفسي. ولكن صافي، راه خديت العقاب ديالي، راه دوزت الحبس اللي ما عمرني توقعت غادي ندوزو، وتحرمت من ولدي وعيشوني عائلتي العذاب الاليم كلهم، عمامي خوالي كلشي كيكرهني. دوزت اكفس عقوبه ممكن دوزها شي مرة، بارك عليا، انا نستاهل يتغفر لي هادشي اللي درت. المجتمع كيغفر للراجل الخيانه 20,000 مره، ولكن المراه لا. وانا عارفه بلي حتى التعاليق اللي غنلقى في القصه ديالتي غادي يسبوني الناس بزاف. ماشي بحال الراجل فاش كيخون كيقولوا للمراه صبري ماشي مشكل، تقادي قدي فورمتك، تلقي شعرك فعلي تركي ديري. العذاب ديالي والعقاب اللي دوزت مبالغ فيها انا حسب رايي. هذه هي القصه ديالي، وشكرا لكم على الاستماع.